ليه كأس الخليج 2024 هتكون نسخة استثنائية؟ وإيه حجم جوائزها المالية؟ وهل الفيفا بتعترف بالبطولة دي ولا لأ؟ كل الأنظار في الأيام القادمة هتتجه إلى الكويت اللي بتستضيف خليجي 26. نسخة بتحمل أهمية أكبر لأن غالبية المنتخبات بتشارك بصفوفها الأولى عكس اللي كان بيحصل في النسخ الأخيرة. قرار بدافع المنافسة على اللقب في المقام الأول، لكن كمان البطولة بتعتبر فرصة لسبعة من 8 منتخبات لتجهيز صفوفها بأفضل شكل ممكن لاستئناف تصفيات كأس العالم في شهر مارس. بعد 35 سنة من الغياب تمكن العراق من التتويج باللقب على ملعبه في النسخة السابقة. أسود الرافدين من أقوى المرشحين للمنافسة على اللقب الحالي إلى جانب السعودية وقطر بطلة آسيا، بالإضافة إلى الإمارات اللي بتمر بحالة فنية مرتفعة مؤخرا، وقد لا تخلو البطولة من مفاجآت. الكويت هي الأكثر تتويجا ب10 ألقاب، وبتسعى خلال استضافتها الخامسة تاريخيا للبطولة لاستعادة اللقب الغائب من 2010. وإن كانت المهمة صعبة في الحقيقة، لكن الأزرق بيستمد قوته من جمهوره ومن تاريخه الكبير في كأس الخليج. تاريخ سطروا نجوم في مقدمتهم الهداف التاريخي للبطولة برصيد 18 هدف جاسم يعقوب. البطولة هتتلعب على ملعبين، ملعب جابر الأحمد اللي افتتح في 2010 وسعته 60 ألف متفرج، وملعب الصليبيخات اللي هيظهر للمرة الأولى في خليجي 26 وسعته 15 ألف متفرج. البطل هيحصد ما يقابل 3 مليون و750 ألف ريال سعودي، وإجمالي جوائز البطولة هيوصل ل 6 مليون و400 ألف ريال سعودي. كأس الخليج انطلقت فكرتها على هامش أولمبياد مكسيكو سيتي 1968، وبدأت فعليا سنة 1970 في البحرين بمشاركة 4 منتخبات، قبل ما تتوسع تدريجيا وصولا إلى 8 منتخبات بانضمام اليمن في 2003. وهو بالمناسبة المنتخب الوحيد الذي لم يتوج باللقب إلى الآن. حتى الآن لم تحصل البطولة على صبغتها الرسمية رغم المحاولات العديدة مع الفيفا، وممكن الفرصة حاليا تبقى أقرب من أي وقت قبل كده، طبعا في ظل موجة استحداث بطولات عديدة من الفيفا مؤخرا. اكتبوا لنا في التعليقات توقعاتكم، مين ممكن يكون بطل خليجي 26؟ هل ممكن نشوف أي مفاجآت؟ قولوا لنا كمان إيه ذكرياتكم مع البطولة، ومين من النجوم حبيتوهم في النسخ السابقة.